نزلتك بلا العزب بين الشموس الحامية، بين الشموس الحامية. إلا ولك ما قضى غرام ولا بنيه حالية، ولا بنيه حالية. إلا ولك ما قضى غرام ولا بنيه حالية. هي هي ولا بنيه حالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بافتتاح مطاعم الشيباني انترناشونال، أحد مطاعم شركة جميل الشيباني انترناشونال المحدودة. أهلا ومرحبا بكم. نزل طريقة البونية، سر قل لي محبوبي خلاص يكفي عتاب لي يوميا. سر قل لي محبوبي مطاعم الشيباني انترناشونال هنا في شارع الستين في حي عطان يعود من جديد بحلة جديدة. فيا ترى ما هي الميزات التي ظهرت بهذه الافتتاح؟ سوف نتعرف من القائمين على هذا المطعم حول الميزات والخدمات التي يقدمها المطعم خلال اللحظات القادمة. كم قلت لك خذ بالحذر من البنات الغاوية، من البنات الغاوية. وكم قلت لك خذ بالحذر من البنات الغاوية، من البنات الغاوية. كم فيك من قلة بصر ولحمتك تبقى نية، ولحمتك تبقى نية. دنيا الهوى من وهدره، دنيا الهوى من وهدره. يظن في العشق العسل مسكين ماله مخبره، يظن في العشق العسل مسكين ماله مخبره. ويحسب البر ما قال وكل حد. افتتاح هذه المؤسسة الراقية، مؤسسة مطاعم الشيباني انترناشونال، والتي تأتي هذه المؤسسة الشركة العالمية مطاعم الشيباني. حقيقة نفتخر بها، يفتخر بها كل يمني. لماذا؟ لما تقدمه من خدمة راقية. وبالتالي لقد ذهبنا إلى عدة دول ونجد أن سمعة الشيباني حقيقة ترفع الرأس وسمعة مشرفة، لا من حيث تقديم الخدمة الراقية، لا من وحتى كذلك من حيث الأسعار، وكذلك من حيث التواضع بالخدمة وتقديم الخدمة للمواطنين. بل وهذه المرة وفي الافتتاح هذا يأتي أكثر تميزا من غيره. لماذا؟ بوجود الناس الشرفاء والمخلصين في مقدمتهم أستاذنا الفاضل القدير، هذا الرجل الذي فعلا يعتبر من قمة المستثمرين الذين نفتخر بهم، والذي فعلا يخدم المجتمع ويخفف من آلامهم. وحقيقة المؤسسة راقية نفتخر بها، نتمنى لهم التوفيق، كما نرجو من القطاع الخاص الآخر بأن يحذوا حذوهم لخدمة المواطن في هذه الظروف. شكرا جزيلا.
الشيخ سلطان السامي عضو المجلس السياسي هنا نلتقي بك واهلا وسهلا بك. يا اهلا وسهلا ومرحبا. ماذا تقول بمناسبة افتتاح مطاعم الشيباني في هذا الوقت؟ نشجع رجال الأعمال بالقيام بافتتاح مشاريعهم في بلدهم وبالذات في هذا الظرف العصيب، وسنكون معهم وسوف نسهل لهم كثير من الإشكالات وكثير من الأمور. نتمنى لهم دائما التوفيق. طيب شيخ سلطان، ما هي رسالتك لأصحاب رأس المال الوطني الذين ينوون الاستثمار يعني في أموالهم في الفترة هذه؟ أنا أدعو كل رجال المال والأعمال بالذات الذين خرجوا خارج البلد أن يعودوا إلى بلدهم وأن يستثمروا، وأن يكون موقفهم من موقف شعبهم موقف تحدي، موقف صمود، وستكون لهم هناك تسهيلات كثيرة بإذن الله تعالى. شيخ سلطان شكرا كثيرا. مشاهدينا الكرام، جمال عبد الواحد الشيباني احد الشركاء هنا في مطاعم الشيباني. اولا نقول لكم الف مبروك هذا الافتتاح. الله يبارك فيك ان شاء الله، ومشكورين على حضوركم، على الحضور الكامل جميعا الحاضرين ان شاء الله. سلام. استاذ جمال، يعني ماذا يتميز مطاعم الشيباني انترناشونال عن غيره من المطاعم؟ والله طبعا مطاعم جميع الشيباني هي خبره طويله، يعني تقريبا من حول 25 سنه في محافظة تعز، والآن هنا في محافظة صنعاء، ودخل نظام يعني جميع الوجبات اليمنية كاملة، يعني كانت صنعانية، حضرمية، عدنية، ودخل نظام جديد هو النظام الذكي، يعني بالطلبات وبجميع، يعني نظام ذكي يعني طلبات سريعة بالنظام الذكي الايباد، وإن شاء الله إنه يتطور أكثر تقنية. استخدام التطبيقات الانترنت. نعم، هذه ميزة جديدة فعلا هنا يتميز بها مطاعم الشيباني انترناشونال هنا في شارع 60 في حي عطان. بالتوفيق، نتمنى لكم ان شاء الله الازدهار الدائم ان شاء الله. شكرا جزيلا وسلامتكم، الله يسلمك. حياك الله. الشيخ جمال حسن بن ناجي احد الزائرين هنا لمطاعم شيباني، كيف تشوف مطاعم شيباني؟ والله مطاعم الشيباني مميزة ونتمنى لهم النجاح، وإنما نتمنى لها النجاح. طيب المأكولات التي يقدمها هل هي يعني تلبي حاجات رغبات الأسرة كاملة؟ أكيد أكيد، احنا نشوف إنه أحسن من موجود داخل العاصمة لحد الآن. نتمنى لك شيخ بالتوفيق. طيب شكرا جزيلا. وهنا ايضا مشاهدينا الكرام نلتقي بالحاج محمد علي الشيباني، نقول لكم الف مبروك الافتتاح. الله يبارك فيك، بارك الله فيك وبارك الله لك وبارك الله عليك.
ونشكركم برضو على هذه الصورة وعلى هذا التعاون، ونتمنى له النجاح الدائم إن شاء الله، وأن يعوضه الله بما فات. الشيبانية موجودة، كل شيء متوفر، اللي موجود يعني في الأسواق كلها موجودة هنا. إذن هذه نصيحة أيضا من اللحومات عدة أصناف، الدجاج عدة أصناف، الرز عدة أصناف، المباشرين ما شاء الله يعني استقبال متوفر، وهذا شرف كبير لنا جميعا. طيب أي يفضل تشوف الفرع اللي هنا بصنعاء ولا اللي بتعز؟ لا، الفرع هذا يعني متميز على حق تعز وحقنا. المساحات المتوفرة، المساحة المتوفرة، السيارات، كل شيء يعني كامل خصاله، مكمل الخصال. أشكركم برضو على تعاونكم وعلى وقوفكم يعني بجانبنا، وشرفتمونا، ولكم الشكر الكثير والشكر الجزيل، ولنا وللجميع الشيباني. لك الشكر أيضا لهذه الكلمات الطيبة التي ونتمنى لك التوفيق حق إن شاء الله. تسلم، الله يسلمك. وهنا ايضا مشاهدينا الكرام احد المسؤولين الحكوميين عبد الرحمن سعيد من الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه. كيف تشوف افتتاح مطاعم الشيباني هنا في شارع 60؟ في الحقيقه اول مطعم يعتبر بهذا المستوى من الديكورات والزخرفات، يقدم وجبات كويسه وشهيه، ويقدم بنت الصحن والسبايا، ويقدم الوجبه الشيبانيه الاصيله الذي يشتهر بها مطاعم الشيباني. أيوة. طيب هل تعتقد بانه مكان ايضا للترفيه العائلي، يعني يمكن الاسره كافه افراد الاسره يعني؟ هذا يدخل برضو امكانيات المطعم ضمن، يستوعب مساله ترفيه الاسره والاولاد، وعادوا في تقريبا في مشروع معه مستقبلا يعمل حديقه اطفال تحت الدور المدرو. بس بالتوفيق اخي. وهنا مشاهدينا الكرام من الاخت نجلاء ابراهيم من شركه تضامن الامن، كيف تشوفي الافتتاح في يومه الاول؟ الحمد لله، يعني افتتاح سليم وجميل جدا يعني، ومقبلين كثير من النسوان، كادر كثير يعني من الرجال والنسوان، اقبال كبير من الزوار يعني الحمد لله. طيب انت يعني من التضامن للامن، يعني كيف تشوف عمليه دخول خروج العائلات؟ والله كثير يعني ما شاء الله الحمد لله، يعني نشوفون اول يوم يعني هو اول يوم بس كثير يعني غبر. مشاكل تحدث يعني؟ لا ما فيش الحمد لله، يعني الامور تمشي بسلاسه. ايوه يعني في نظام كذا، وفي النظام هنا عوائل ورجال من هنا يقول الحمد لله يعني مرتبه الامور. أيوة ما شاء الله مرتب يعني السر يعني. اتمنى لك التوفيق. امين ان شاء الله يا رب، وانت كمان نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ونمزج من اكثر من يعني. بارك له ربك ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه. إقبال الناس يعني باليوم الافتتاح الأول، يعني كيف تشوف إقبال الناس؟ والله الإقبال كان الحمد لله، بس الإقبال هذا كان أفضل من الأول إن شاء الله. شكرا. كيف استعديتم لعملية الافتتاح؟ والله الاستعداد كان استعداد تام من جميع الطواقم المطعم، والحمد لله قدرنا نتخطى هذه الصعوبة اللي كنا يعني متخوفين منها، والحمد لله. وفرتم يعني كافة أنواع يعني الأكلات اللي يحتاجها يعني الزائر؟ نعم، جميع الأكلات الشعبية السياحية، جميع الطلبات، الأكلات شعبية وغير شعبية موجودة بشكل عام. الأشياء المرافقة للأكلات مثلا زي قسم العصائر، الحلويات؟ جميع أنواع العصائر وجميع أنواع الحلويات بشكل كامل متوفر في مطاعم الشيباني انترناشونال. التخفيضات وصلت إلى نسبة كم؟
التخفيضات وصلت إلى نسبة 30%. ونشكركم على هذا الحضور المتميز. نتمنى صراحة لجميل الشيباني مطعم انترناشونال كل التوفيق بمناسبة هذا الافتتاح، والحمد لله كل حاجة متوفرة عندنا من كل الوجبات المطلوبة للشعب اليمني. نحن هنا الحمد لله في قسم العصائر نوفر كل الطلبات لزبائننا الكرام من كل الفواكه الموجودة الطازجة، زي الافوكادو، زي المانجا الطبيعي، زي البرتقال، الكبسة، الجزر، الجوافة، كل الفواكه موجودة عندنا الحمد لله. ونتمنى لكل المشاهدين أن يأتوا إلى هنا لكي يشربوا عصيرنا ويتلذذوا بهذا الطعم الرائع. مشاهدينا الكرام ايضا نلتقي بالاستاذ عادل مهيوب من شركه يمن سوفت. اول حاجه يعني افتتاح مطعم الشيباني، يعني طيب كيف تشوف مطعم الشيباني هنا في شارع الستين؟ موقع متميز ورائع جدا، حتى التصميم والخدمات. طيب المأكولات اللي موجوده داخله رائعه جدا الحمد لله. والشيباني هو من قديم، يعني اللهم انه طور احسن. جميل الشيباني. البدايه كانت في تعز وايضا في شارع الزبيري ثم هنا، فالشيباني عراقه طويله يعني تقريبا اكثر من 13 مطعم انا اعرفه من قديم. اللي عمنا جميل الشيباني اشتغل في المطاعم، خبره طويله فعلا، وهذا هو نتاج تراكم خبره لديه، مش جديد. صحيح. اذا عادل مهيوب بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. وهنا ايضا مشاهدينا الكرام نلتقي بالشاعر الكبير نبيل الحكيمي. اهلا وسهلا فيك هنا. يعني كيف تشوف افتتاح مطاعم الشيباني انترناشونال هنا في شارع الستين؟ شكرا جزيلا. الان اعاده افتتاح هذا المطعم بنفس شخوصه، بنفس مميزاته، بنفس طاقم العمل، باضافه الجديد الى هذا، وهو شيء يسجل للاستاذ جميل الشيباني صاحب الباع الطويل في هذا المجال، يعني في مجال المطاعم الأصيلة والتي تضيف الكثير من الحضارية والمعاصرة ومواكبة كل ما هو جديد في عالم المطاعم، خدمة للزبون أولا، وخدمة للحركة السياحية التي يشكل المطعم أساسا حيويا لها، وأيضا رافدا من روافد الاقتصاد الوطني كونه مستثمر من أبناء البلد. ايضا الاكلات الشعبيه اليمنيه اظهرها ايضا بطريقه ايضا تجذب الكثير يعني من الزوار. هي هذه الميزه التي قصدتها. الاكلات اليمنيه الشعبيه متواجده، بالاضافه الى اضافه المعاصره عليها من خلال فن التقديم، تقديم المأكول من خلال رائحه المأكول المتجدده دائما والمحببه الى الزبون، التي تجعله يقبل على مثل هذه المطاعم، وهو ما يرفد طبعا الحركة السياحية والاقتصادية، ويستوعب مجموعة عمالة لا بأس بها. إذن هو يضيف إلى اقتصاد البلد ويعمل على دعم هذه المنظومة من خلال افتتاح مطاعم جديدة أو إعادة افتتاحها أو إنشاء مطاعم جديدة بأساليب أكثر حضارية وأكثر تطورا ومعاصرة. شاعر نبيل الحكيمي، شكرا جزيلا. شكرا لك.
المهندس معتصم الشيباني من الفرقة الفنية الماسكة الستيك. كيف تشوف افتتاح مطاعم شيباني؟ والله أنا أشوف افتتاح حاجة رهيب جدا، وفي كمان حاجات مميزة من أكلاته، من افتتاحته، من جمهور ما شاء الله، أكو ناس كثير وزحمة ما شاء الله صدق يعني ما اقدرش انا اوصف له الصدق يعني. كيف انتم بالفرقه الفنيه الاستعداد للترفيه عن الزوار؟ احنا مجهزين برنامج بيكون معنا احنا ان شاء الله من بعد العصر، بيكون معنا احنا الرقص حق فرقه الفراشه، السكتش المسرحي من محمد قحطان، توفيق الأضرعي، الرقص الشعبي، حاجات مميزه جدا. معنا احنا كمان فقره ترفيه للاطفال، جوائز، حاجات زي كذا. كم بيستمر هذا؟ ان شاء الله يومين، الخميس والجمعه. من بعد العصر؟ من بعد العصر مباشرة، الساعة 4 يبتدى الفعاليات. طيب كيف تشوف الأكلات التي يوفرها مطاعم شيباني؟ والله أكلاته حاجات روعة جدا ومميز. أنا حتى لما دخلت أكلت فيه حاجات يعني ثانية عن المطاعم، من أكلات، من باشرين، من كاشيرات، من المطعم الذكي في اليمن، يعني فيه حاجات مميزة جدا روعة. معتصم شيباني بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. الله يفتح. نحن دائما نعمل في مجال خدمي، ونرحب بزبائننا الكرام، وأتمنى دائما أن نكون في طليعة مقدمين في هذا المجال الخدمي. أنت فعلا في طليعة المجال، يعني تقريبا من أقدم يعني الذين اشتغلون في النشاط يعني منذ فترة طويلة. يعني كيف تكلمنا عن بداية النشاط؟ نشاطنا بدأ سنة 1990 في مدينة تعز الحالمة، وخلال هذه الفترة امتدت حتى 2010. وصل عدد مجموعة مطاعم جميل الشيباني إلى 11 فرع. وهنا الآن بدأنا في نشاطنا الجديد في أمانة العاصمة صنعاء، وبدأنا بعون الله سبحانه وتعالى في هذا المشروع القائم إن شاء الله. يعني هذا كان أيضا خطوة قوية منكم في ظل الظروف اللي تعاني منها البلد، ولكن يعني رأس المال المحلي يعني اتخاذ قرار بفتح مشروع جديد في ظل الوضع هذا، أيضا هو يعني يدل على حب ويعني لتقديم الخدمة يعني. والكثير من رجال الأعمال هربوا يعني خارج البلد نتيجة الظروف، فأنتم يعني وقفتم وما زلتم تقدموا الخدمة، وهذا يحسب لكم. بالحقيقة علينا كثير 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 جدا في الظروف الراهنة، وخاصة في الأزمة من سنة 1911 خسرنا يعني ملايين كبيرة وكثيرة، ولكن من أجل هذا الوطن سنظل نعطي، سنظل نقدم كل ما نملك من أجل هذا الوطن الغالي. أيضا الخطوة اللي هي الخدمة الكبيرة للشباب الذين يعني يعملون في المطاعم، يعني كم عدد الموظفين الذي تم توظيفهم خلال هذه الفترة؟ تقريبا وصلوا عدد الموظفين إلى 120 شخص، وأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أن نساهم في بناء مشروع اليمن الاقتصادي في ظل خاصة في هذه الظروف الحالية، وندعو جميع المساهمين وجميع المستثمرين وخاصة اليمنيين. هذه القاعة الخاصة بكبار الضيوف. القاعة هذه فيها تتحول إلى 3 أجنحة، جناح خاص بكبار الضيوف، رب العمل عندما يكون عنده مناسبة لتكريم أحد موظفيه أو لتكريم الموظفين. المطعم برضو عنده خدمة مميزة سيكون من خلال قنوات البث المباشر، وإن شاء الله وأساليب العرض كما يبدو الشاشات التلفزيونية لعرض المعلومات التي يمكن أن تقدم للجمهور الذي سيزور هنا مطاعم الشيباني انترناشونال في شارع 60. هذا الموقع خاص بقاعة الأرض، لكن بنفس اللحظة يتحول إلى مطعم عام من خلال البوابة المتحركة
ومن خلال الستائر المتحركة. فهنا بإمكاني أن نستقبل كبار الضيوف، وهذا القسم يصل إلى 60 شخص تقريبا. يعني بحسب كثافة الإقبال عندما تكون العوائل الأكبر يتم استخدام جزء من وأحيانا يتحول القاعة كلها إلى عائلات، وأحيانا يتحول في لحظة من اللحظات إلى جزء من العائلات إلى كبار الضيوف. بدي إعلان نجهز لهم خاص بالأطفال، كله بالليزر باللمس، خاص بالكبار والأطفال. للكبار والأطفال يعني. هذا التصميم الرائع ما زلنا أيضا في الزيارات للدور الثاني هنا الخاص بالعائلات. هنا الخاص بالعائلات. هذا يتحول جناح العائلات إلى عدة أقسام، عبارة عن كبائن وأبوابها عبارة عن ستائر متحركة بأرقامها المتميزة، ومن خلال برضو اللمبات اللي هي الخاصة بالنداء، بدون ما أحد يعني إذا يريد أن يضيف بعض المأكولات ما عليه إلا أن يضغط بالزرار واللمبة تضيء، وهذه تعتبر ميزة جديدة. كم عدد الكبائن الذي يتميز به هنا قسم العوائل؟ الكبائن تقريبا بحدود 22 كمينة. ايش تميز هذه الكبائن؟ تتميز الكبائن يعني فيها استقلالية حسب رغبة الأسر، وفي جناح مفتوح برضه. أيضا الطلبات يتم من خلال الزراير الإلكترونية. طيب أستاذ جميل، يعني الطابق الثاني الخاص بالعوائل، يعني جميع العاملين يعني في هذا القسم كلهم من الكادر النسائي؟ هناك كادر نسائي وكادر من الشباب، بس غالبية الكادر نسائي الخاص بالعائلات اللي يقدم بشكل مباشر سواء بالطبخ وتقديم. نعم، هناك قسم خاص بالطبخ، العنصر النسائي موجود. هذا قسم العصائر. العصائر الطازجة. العصائر الطازجة 100%. ايش الموجود هنا؟ موجود عصائر المانجو، البرتقال، التفاح، الجوافة، بكل انواع العصائر والفواكه. يعني انتم هنا في مطاعم الشيباني انترناشونال، يعني المواد الخام التي تستخدموها للوجبات، يعني هل هي محلية ام هناك ايضا مستورد؟ بنسبة 90% تقريبا محلية، و10% مستوردة. بعض الفواكه غير وطنها اليمني. ايضا ميزة كبيرة انه يعني مكان استثماري يعتمد على المواد الخام المحلية، هو ايضا الطريق نحو الصناعة اليمنية. زيادة على ذلك كل العمالة يمنية 100% وبمهارات عالمية. هذا فعلا يعني مطاعم الشيباني ايضا لها تاريخ قوي، يعني في مجال المطاعم يعني لا يوجد منافس، وبالذات مطاعمي متميزة بصناعة بعض الوجبات اللي هي من إنتاجنا بنسبة 100%، واللي هي العقدة الشيبانية اللي هي الخاصة باللحوم، وهناك عقدة الدجاج وعقدة العسل وغيرها. سعيد جدا 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 بحضور، أقولها بحضور جماهير وزبائن ومحبين مطاعم الشيباني انترناشونال. نحن دائما نريد أن نقدم خدمة لكم أنتم، بالنسبة لنا أهم شيء. نكون سعداء جدا عندما نتبادل بالزيارات، عندما يكون المطعم هذا يعني عندما يكون هذا المطعم دائما يكون في بالكم، دائما يكون بحضوركم من أجل تقديم خدمة مثالية في هذا الوقت الصعب، في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها بلادنا. ما زلنا
مصممين أن نقدم خدمة مثالية، خدمة تليق بمجتمعنا وحضارتنا اليمنية. سعداء جدا بحضوركم، ونتمنى لكم التوفيق، وأنتم دائما مننا ونحن منكم. وشكرا كثير على حضوركم. هنا أيضا مشاهدين الكرام نلتقي بالطفلة الحبوبة رغد عصام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف تشوف المطعم؟ حالي ما شاء الله. كيف الديكورات؟ حلو. تغديتي العادي؟ ايوه. كيف الغداء؟ حالي. ايش تغديتي؟ انا تغديت رز ولحمه. ايوه. انت ومين؟ انا مدرسه. انت وبابا وماما وقيل؟ بابا فوق وماما خرجت الان. طيب معك انشوده ايش تقولي لقناه سما اليمن؟ شكرا مطعم شيباني. وهنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام تغطية اليوم الأول من افتتاح مطاعم الشيباني انترناشونال هنا في شارع 60 أمانة العاصمة. لكم تحيات طاقم النزول الميداني لقناة سماء اليمن من الزميل المصور بلال زائد والمخرج سليم الجرادي، وهذه تحياتي أنا عادل القدسي، ونلتقيكم غدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.